الأخبار الموجزة ليوم الثلاثاء. بناء على قرار اللجنة الاقتصادية ستخصص أموال ل11 مشروعا للبنية التحتية التي لم تكتمل أعمالها في ميزانية التنمية لعام 1402 هجري شمسي، وستبدأ الأعمال المتبقية قريبا. تنفي الإدارة الوطنية للغذاء والدواء ما تردد عن حظر استخدام الأدوية المضادة للحمل في أفغانستان. صرحت إدارة الصحة العامة في مقاطعة زابل إنه تم افتتاح مركز لعلاج الكلى بقيمة 4 ملايين أفغاني. زار رئيس محكمة استئناف مقاطعة لوجر المحكمة الابتدائية لمنطقة بريكي برك لتقييم الإجراءات القضائية. عقد اليوم الاجتماع لبدء جلسات ترجمة القرآن الكريم وتفسيره في 210 مركزا عسكريا. صرح بنك أفغانستان أفغانستان بانك وصلت حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 40 مليون دولار إلى أفغانستان وسلمت إلى البنك التجاري في كابول. عاد أكثر من 4000 لاجئ أفغاني إلى البلاد من إيران. عاد اليوم المنتخب الأفغاني إلى البلاد بعد فوزه بنتيجة 1-2 على منتخب الإمارات العربية.